الفن ما بيأكلش عيش، وعلشان كده كافيهاته ما تتعدش، وبقى كل يوم عنده افتتاح فرع جديد لحد ما وصل ل4 فروع في وقت قياسي، وكان آخرهم فرع مصر الجديدة واللي افتتحوا من كام يوم. يا ترى ايه هو بيزنس الفنان مصطفى قمر، وازاي قدر يوسع فروعه في وقت قصير كده؟ خلينا نعرفه مع بعض في الفيديو ده. الفنان مصطفى قمر افتتح من كام يوم فرع جديد لمطعمه كلاسيك روك في مصر الجديدة، واللي كان حضره حفل افتتاحها عدد كبير من نجوم الفن والغنى، من بينهم هشام عباس، حميد الشاعري، علي الحجار، واللي كلهم شاركوا بالغنى واحتفلوا معاه بنجاح البيزنس الخاص بيه. مش بس دول، ده كمان حضرت الفنانة بسمة والمخرج علي إدريس وزوجته والسيناريست زينب عزيز وعادل حسني وهيثم نبيل وحسن دنيا وغيرهم كتير. كلاسيك روك هو اسم سلسلة مطاعم مصطفى قمر، شعارها القهوة هتلعب روك والأكل هيلعب روك. الحكاية بدأت مع مصطفى قمر من أقل من 3 سنين فاتوا، لما الفنان قرر إنه يفتتح مطعمه الجديد كلاسيك روك، وفي حفل الافتتاح حضر عدد كبير جدا من الفنانين والنجوم أصحاب مصطفى قمر. مش بس كده، ده مصطفى قمر عمل حفلة كبيرة يومها وغنى وطبخ كمان بنفسه كدعاية لمطعمه الجديد. وفي أقل من سنة مصطفى أعلن عن افتتاح الفرع الثاني لمطعمه في مدينة 6 أكتوبر، واللي كان أعلن عنه في يوم افتتاح الفرع الأول. هوب البيليا لعبت مع قمر وأعلن عن الفرع الثالث في منطقة مصر الجديدة، وكل افتتاح لفرع من دول مصطفى قمر بيعمل حفل كبير جدا بيكون فيه عدد كبير من النجوم. وده بقى اللي خلى مصطفى قمر ومطعمه بقى مطعم النجوم، واللي خلاص اختاروه مكان مفضل ليه، بعيدا عن المعجبين اللي بيطردوهم في الكافيهات العامة. مصطفى قمر لما قرر انه يفتح سلسلة مطاعم خاصة بيه فكر تفكير مختلف شوية، وده لانه قرر ان بيزنس المطاعم دي تكون على نظام الفرنشايز، وده النظام بيحافظ على العلامة التجارية للبراند، لكن متاح ان المالك يكون اشخاص مختلفين. على النظام ده مصطفى قمر قرر انه يتوسع في سلسلة كافيهاته ويعلن عن فرص الاستثمار العقاري فيها. فعلا في اعلانات حالية عن امكانية شراء فرع المطعم مصطفى قمر في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن بنظام الفرانشايز، ويحافظ على اسم العلامة التجارية لصالح قمر مدى الحياة. وفي كل فرصة ليه مصطفى قمر بيحاول يستخدم شهرته واسمه في الترويج للمطاعم بتاعته، سواء على السوشيال ميديا أو بالحفلات وتواجده المستمر في مختلف الفروع. مش بس كده، ده كمان بيجيب أصحابه وأصدقائه في الوسط الفني في حفل الافتتاح، واللي بتتكلم عنه مواقع وصفحات كتير، وبيعمل بروباغندا قوية جدا. وده كان ليه كلمة السر في التوسع السريع واللي حققته مطاعم كلاسيك روك المملوكة لمصطفى قمر. الأسعار، وبتتصنف أسعار الكافيهات لمصطفى قمر إنها من الفئة المتوسطة مقارنة بأسعار الكافيهات المحيطة به في الفترة الحالية. يعني مثلا الوايت موكا في كلاسيك روك ب 120 جنيه، الاسبريسو 60 جنيه، الهوت شوكليت اللي ب 120 جنيه. اللي جرب بقى كافيهات مصطفى قمر يقول لي رأيه إيه، هل فعلا تستحق النجاح والضجة اللي حصلت في افتتاح الفروع ال4 ولا إيه؟ هستنى رأيكم في التعليقات.